السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده حاجه لذيذه وسريعه كده وبسرعه بسرعه بسرعه. يلا نعملها. معايا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، ومعايا فلفلايه هي كانت حمرا على اخضر، احمر على اخضر، ودقتهم كده بالهون، وفص توم كمان معاهم كده وحطيتهم فوق الكفته. ومعايا كزبره او ممكن بقدونس وبصلايه مبشوره. تمام. وبعد كده احط البهارات عندي معلقه من البهار الكفته، وشويه من البابريكا، وشويه من الشطه، وملح وفلفل، وفقط لا غير. وكمان هزود عليهم كمان معلقه من البيكنج باودر عشان تدي كده الكفته معايا تبقى هشه كده ولذيذه، ومعلقه من الزيت. وهعجن كل ده معايا حلو جدا لغايه ما اللحمه بتاعتنا تبقى عامله فتل كده معايا. طبعا انا شغاله في قلب المطبخ وحاطه جنبي مروحه كده، فكل ما اجي احط بهارات ولا اجي احط حاجه الاقيها دارت تاني. طبعا واحنا في قلب المطبخ كده وشغالين كده دايما ندعي كده ربنا ان هو يجيرنا من نار جهنم كده ويرحمنا برحمته من الحر اللي احنا فيه. هنا خلاص بعد ما عجنت اللحمه معايا وعجنتها حلو، هبتدي اكورها لكور صغيره. طبعا الكوره على قد ما تقدر تبقى في حجم واحد، شايفين؟ يعني على طول، يعني ما سبتش اللحمه اصلا حتى تريح شويه، لان ما فيش وقت، الكهرباء كل شويه بتقطع وكده، فعايزه اخلص بسرعه لان بصور الوصفه. ومش هتصدق الوصفه دي مصوره ازاي، مصورها نصها بالكهرباء في النور عادي، والباقي بكشافات الموبايل او بالفلاش بتاع الموبايل. هنا خلاص بعد ما كورت اللحمه معايا، عندي هنا طاسه حاطه فيها زيت، وزيت يكون سخن. هنزل بيها بكور اللحمه، بس نخلي بالنا واحنا بننزل بكور اللحمه كده لا تفكك مننا. طبعا هو الاحسن اللي انا كنت احطها في الفريزر كده، يعني مثلا ربع ساعه ولا حاجه او 10 دقايق، بس ما كانش معايا وقت، فانا على طول في ساعتها كده، كله في وقته في وقته. فطلعت جميله بصراحه وكانت طعمها حلو. ابتدي كده بس احمرها معايا. انا كمان حطيت كمان معلقه كده من السمين بتاع الذبيحه. كان عندي كده سمين، حطيت منه حته عشان تسمن برضه طعم الكفته وتديها طعم غني. هبتدي كده اقلب الكفته كده مع بعض كده. ولو كنت وصلت معايا هنا، ما تنساش تصلي على الرسول الكريم، ونقول مع بعض اللهم صل وسلم وزد على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنساش تحطي لي اللايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، وتشيريه لاهلك ولاصحابك ولحبايبك ولكل من تعرفيه. هنا خلاص بعد ما الكفتة اخدت معايا لون وكلها كده مسكت في بعض، وشايفين اللون الجميل بتاعها كده، ممكن على فكرة تتاكل كده مع شوية مكرونة تبقى لذيذة جدا. هنا في نفس الطاسة هنزل ببصلاية كده مقطعاها شرايح، وكمان فلفلة وورق لورا، وهقلبهم مع بعض. طيب ليه في نفس الطاسة؟ علشان الزيت اخد من طعم اللحمة، وعايزة البصل يبقى اخد كمان من طعم اللحمة اللي احنا قلنا فيها اللحمة. شايفين هنا خلاص بعد ما نزلت بالورق اللورا والبصل والفلفل الالوان، هديهم كده تقلبتين مع بعض لغايه بس ما احس ان الخضار دبل معايا، وهقول لكم بعد كده هننزل بيه. عندي هنا بطاطس مكعبات، متقطعه مكعبات كده، بس على قد ما تقدر حاولوا تكون المكعبات قد بعض. هبتدي كده اقلبهم كده مع بعض، وهسيبها شويه كده بس لغايه ما تحس ان البطاطس اخدت لون معاكي كده، المصفر كده الجميل الذهبي كده بتاع البطاطس. هنزل كمان عليها بمعلقة كده صغيرة من الثوم المفروم او فص ثوم مفروم. هنزل كده على البطاطس، هتديها نكهة جميلة جدا. هقلب كل ده مع بعضه، وانا بقلب كده هبتدي احط البهارات بتاعتي. طيب هتحطي بهارات ايه؟ هحط ملح وفلفل وبهار السبعة وشطة، وبس على كده. هنا اهو البهارات السبعة والفلفل الاسود والشطة والملح. عايزه انت تزودوا بهارات، عايزه تقللوا بهارات، براحتك انت، ده حاجه انت اللي تتحكمي فيها، وتشوفي المذاق بتاعك اللي انت بتحبي ايه. هقلب كده كله كده مع بعضه. طبعا انا ما بقلبش على طول، يعني انا كمان عشان مسرعه الفيديو، فكل شويه مثلا بوقف الفيديو او كده، فبتلاقي مثلا ايه اللي انا بقلب على طول. لا انا ما بقلبش على طول، انا يا دوب بقلب تقليبه، كل ما بحط حاجه اقلب تقليبه واسيبها شويه.
هنا خلاص حطيت صلصة الطماطم بتاعتي وهسيبها شوية لمدة 10 دقايق تغلي مع بعض. وعندي الطاجن اللذيذ بتاعي ده اللي بيخلي طعم الاكل جميل جدا وتحفة. هنزل عليها بالبطاطس اللي احنا عاملينه بالصلصة. لو ما فيش عندك طاجن ممكن صينية، ممكن حلة كده صغيرة، وتتصرفي يعني اي حاجه متوقفيش حالك. هحط بقى بعد كده الكفته عليها على الوش كده وهدخلها الفرن على درجه حراره 200. هتقعد نص ساعه معاكي او لغايه ما البطاطس تتسوى معاكي. شايفين هنا الطاجن بعد ما طلع بجد ريحته كانت رهيبه جدا جدا. اتمنى الفيديو النهارده كان عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه.